ازاي اتخطى؟ ازاي افك التعلق؟ كل يوم بتسأل السؤال ده، او كل ما باجي افتح اللايف يعني. طيب قبل ما تتعلق، وقبل ما تحب وتعلق مشاعرك بالإنسان ده ويبقى جزء مهم في حياتك، كنت عايش ازاي؟ انا مش قادر اعيش من غيره. انا هموت من غيرها، مش قادر. يعني ما انت بتتنفس وبتاكل وبتشرب وماسك الموبايل وفاتح التيك توك وفاتح السوشيال ميديا وفاتح الفيسبوك وبتتكلم وبتسأل، يعني عايش اهو، ما جرالكش حاجة. الكلام ده للناس اللي فوق ال30 واللي تحت ال20، بكل الأعمار اللي بيسألوني على التعلق والتخطي. أول حاجة بالنسبة لسن ما دون ال20 والعشرينات، فأنا عايزة أقول لكم إن الموضوع بسيط جدا وأنتوا كده كده هتعدوه. ولما يكون في انفصال تم وبقاله شهرين، ما تجيش يسأل أي حد إزاي أتخطى. هي كده كده الأيام مع وهي ماشية هتنسيك، هتدوب لك الوجع، هتدوب لك الجرح، هتدوب لك ألم الانفصال. طيب بالنسبة للثلاثينات والأربعينات وما فوقها، يعني مش قادرة أتخطى ومتعلقة. طيب حضرتك أو حضرتك اللي قررت إن أنت مش عايز تتخطى، عايش وبتاكل وبتشرب ولكن فقد الشغف وحاسس بألم شايله جوه قلبك لأنك مش متقبل الخسارة أو مش متقبلة الخسارة. بعض الناس وبعض المواقف اللي بتيجي تسألني، هو بيجي وبيختفي، او بتكلمني فتره وبتختفي، اللي هي ظاهره الجوستنج، الشبح، اللي هو بيجي ويختفي فجاه بدون مبرر وبعدين يرجع يظهر على السطح تاني. طيب وبعدين؟ معنى كده ان اللي بيعمل معاك كده ما بيحترمكش، انت مش غالي عنده. هو انت بالنسبه له يعني حاجه كده اكسترا، حاجه كده كومبو، حاجه اضافيه. وقت ما بيلاقي نفسه زهقان ملان، او حياته فيها خلل، او مش متصالح مع الناس الاساسيه في حياته، فبيلجأ ان هو يرجع تاني يستمد بعض المشاعر، او يرمي بلاه عليك. فيجي لقى بقى حياته ماشيه والشغل تمام وكل حاجه ماشيه ومش فاضيلك، فبيختفي بدون ما تعرف له اي طريق او اي سكه، عشان هو مش عايز حد يسأل عليه او تعرف هو عايش حياته ازاي. يقفل بقى الاكونتات بتاعته ويقفل ارقامه اللي هي معاك ومشغل ارقامه الاساسيه ايا كان. طيب لما حد يعمل معاك كده او يعمل معاكي كده، ازاي تقبلي على نفسك ده؟ ان تبقي انت مجرد كومبو، حاجه فوق البيع، ما انتش اساس ولا اصل ولا حاجه محترمه يهتم ان هو يبقى تواجد ويحط عناوين عريضه لارتباطكم او علاقتكم او يوضح. لكن هتبص تلاقي ده نوع من انواع التلاعب، ده متلاعب او متلاعبه. اللي بيتصرف التصرف ده اسمه شخصيه متلاعبه. بالنسبه للتعلق، انت اللي بتقرر اعيش ازاي واحس بايه. كون انك انت تخلي بني ادم تاني يسيطر عليك، تحس بايه وتبقى متعكنن وهو مبسوط ومش داري ولا على باله، وبيستمتع بوقته وبيستمتع باصحابه وبيستمتع بحياته، وانتي او انت قاعد مرهون بمشاعرك وبحالتك وبفكرك، فانت بتعذب نفسك ونفسك مش غالية عليك. وانتي بتقللي قيمتك قوي لما تبقي قاعدة في انتظار إشارة ان هو اول ما يعملك كده اوكي ابتسم وافرح وابتهج ان هو جه. انتي او انت اللي بتقرر. هما بيقولوا المشاعر مش زرار، احنا مش هندوس كده على قلبنا ونتغير. لا، هو زرار. لو انت قررت او انت قررتي تدوسي عليه، ونفسك وقيمتك عندك اغلى واهم من اي حد يقللها او ما يديهاش اهميتها وغلوها، يبقى ما يلزمكيش او ما يلزمكش. حد بيتلاعب بيك او بيتلاعب بيكي، قولي ستوب، مع السلامه، ما تلزمنيش. لازم اللي بيحترمك او بيحترمك هيتعامل بطريقه اهم من كده، مش هيعمل فيك كده او يعمل فيك كده، مش هيخليك قاعد تتعذب او قاعد في انتظار بلا نهايه، او قاعد رهني اشاره. ما يصحش. ما تقبلش على نفسك كده وما تقبليش على نفسك كده. دي ابسط حاجه لكلمه ازاي اتخطى وازاي افك التعلق. انتي او انت اهم واغلى. لو ما كنتش او ما كنتيش او ما كنتوش غاليين عند نفسكم، عمركم ما هتكونوا غاليين عند حد.
يعني احترموا نفسكم، فاحترموا مشاعركم، فبالتالي الآخر هيحترمكم قوي. بس بكل بساطة تفك تعلق بالطريقة دي، انك انت تغلي نفسك وتعرف انك انت مهم وانك غالي، وما تسمحش لحد انه يهينك ولو بالتصرفات والافعال والمعاملة. ودمتم